حسين بيقول لوفاء إنهم لازم يحذّروا صلاح من سيد عشان ما يضحكش عليه. بعد كده صلاح بيعدّي على الفصول، وبعدها صلاح بيفتح فصل من الفصول بيلاقي العيال بيضربوا في بعض. بعدها بيروحوا ديسكو أو كباريه على حسب ما بيسموه، وبيشربوا خمرة هناك. بعدها بيروح ياخد عصاية البلياردو، والراجل اللي بيلعب جيم بيضربه هو وصاحبه. بعدها بييجوا المدرسين بيشوفوا. بعد كده بنشوف عاطف بيرقص مع انشراح. بعد كده الاتنين بيقولوا لبعض إنهم واكلين كشري. بعد كده بينفخوا في وش بعض. مش فاهم إيه العبث ده بجد. بنلاقي مامة صلاح دخلت عليهم وهم معاهم المدرسين، وبنلاقي سيد بيخلي صلاح يوقع على ورق كتير جدا. مدرسة البنات بيتحدوا مدرسة عاشور. نشوف أستاذ حسين بيقول لهم إن المدرسة مش متأهلة للمسابقة. بعدها بنشوف فعلا البنات وكانوا بيغنوا للوطن. وبعد كده بنشوف الولاد بيعقبوا. فرق حرفيا بين مصر وإيجيبت. فعلا مدرسة البنات كسبت. وبعدها بنشوف صلاح بيقول للطلبة إن الأستاذ السيد هو هيبقى ناظر المدرسة. بعد كده بيعرف صلاح مامته إنه هو ساب المدرسة، وبيروحوا النصب عشان صلاح يتقدم لبنته. بعدها بيلاقوا العروسة تعبانة جدا وعندها أمراض كتير. فأم صلاح